الشبة زينة منطقة الأندر آرم، ولكن الأفضل تكون مخففة. الأخت تسأل عن السرنجوما اللي شايفينه في الصورة. يا جماعة هذه نصيحة، في حلين يتسوى لهم: كي بارد وكي كهربائي. الكي البارد لا تسوونه يا جماعة، الكي البارد ممنوع في الوجه، لأن في دكاترة خاصة من الجيل القديم يحبون الكي البارد فيسوونه في الوجه ويسبب تصبغات في الوجه. أنا بحياتي سويتها مرة واحدة لمريضة وتبت بعدها إني أستخدم الكي البارد في الوجه، طبعا هذا الكلام قبل أكثر من 10 سنين. فأنصح بالكي الكهربائي اللي هو أفضل شيء. عندنا جهاز هني اسمه بلازماج، مو بلازما مال الدم، بلازماج جهاز نشيل فيه الأمور هذه، عبارة عن كي كهربائي. نصيحة يا جماعة، تسأل شنو صديد؟ صديد هو الماي اللي يطلع من الجلد بسبب التهاب. طبعا أي ماي يطلع من الجلد هو التهاب، اخذوها هذه قاعدة حق 99.9 من مشاكل الجلد. مثلا طالع مثلا زائدة جلدية، شيء زايد جلدي أو جرح يطلع منه ماي، هذا بكتيريا التهاب. هذه تنخر في الجلد، ممكن تنخر داخل الجلد، يعني داخل الجسم، وتسبب أحيانا تسمم، أحيانا وفاة. لا تستهون بالالتهابات. عندكم جرح لازم تعقمونه باستمرار. ممكن يطلع منه صديد، لازم على طول اورال مضاد حيوي حبوب. لا تستهونون بالالتهابات اللي تطلع في الجلد يا جماعة، كارثة، خاصة في كبار السن والأطفال. يا جماعة صديد يطلع من عين، يطلع من الجلد، يطلع من مثلا أماكن، يطلع من مناطق، يطلع أي شيء. دير بالكم يا جماعة، لازم تعالجونه بكل ما أوتيتم من العلم وإمكانيات. كريم سكنرين مع الروكتان يهيج، انتبهوا، يهيج ما يحرق، يهيج. فأنصح تستخدمين بديل فعال للتفتيح وما يهيج مع الروكتان مثل كريم تيكي ان. الجزء اللي تحت من السؤال الاكسلس يفيد اذا في ترهلات وزياده دهون قليله باللغد وغيره يسوي. اما يعني 50-50. اما البيكو ممتاز جدا. هل فعال للتصبغات الداكنه؟ على حسب. تصبغ عميق يجيب نتيجه، تصبغ سطحي يجيب نتيجه، تصبغ متوسط ممكن، تصبغ عميق صعب يجيب نتيجه. واحده تقول انا بستخدم مينوكسيديل واخاف، يعني تقول حملت راح اوقفه، صح، بس احمل اوقفه، هل راح يطيح شعري اثناء الحمل؟ قبل ما اجاوب على السؤال هذا بجاوب على سؤال ثاني. الناس تقول ليش كله طالع كذي؟ يا جماعه غرفتي عيادتي تطل على الريسبشن مال عياده ليفلز، فاشوف الريسبشن يعني مرات المراجعين، يعني في ناس اعرفهم، في ناس بيجون يعني في العياده، ف يعني فطالع الريسبشن يعني لما اصور اعرف المراجعين يعرفهم، يعني فمرات اشوف يعني ناطرين او لا، وش كثر ناطرين. عموما نرجع حق السؤال. أه انت الحين يعني سويتي فحص حمل طلع موجب، الحين انت حامل، توقفين الروكتان، عفوا توقفين المينوكسيديل. اثناء الحمل جسمك راح يفرز مينوكسيديل طبيعي، طبيعي من الجسم من داخل، ما تحتاجين تحطين شيء على راسك، راح يكثف الشعر ويتحسن. اي شخص يطلع منه سائل صديد، راس اصفر يخر ماي من الحبوب، انتبهوا تحطون مضاد حيوي كريمات على المكان هذا. ليش؟ لانه راح يسبب زياده بالالتهاب. شنو افضل حل؟ حبوب اقراص مضاد حيوي او روأكتان. جهاز الاوعيه الدمويه هو للشعيرات الدمويه، طبعا الشعيرات الدمويه ما تروح بالكريمات، تروح فقط عن جهاز فاسكولار ليزر. جهاز الاوعيه الدمويه من افضل اجهزه الاوعيه الدمويه الجديده الحديثه في السنوات الاخيره، هو جهاز ديرمافي، موجود جبناه عندنا هنا في العياده ليفل. يا جماعه مره فاتت قلت انا ان السلولاي ما له علاج عندنا في ليفلز كلينك، ما له علاج. هل في عيادات ثانيه تعالج السلولاي؟ ممكن، روحوا ادفعوا باكجات عندهم وشوفوا اذا في علاج عندهم. ولكن واحده من الخوات اعطتني معلومه، هي نفسها الظاهر اللي سالت قبل شوي السؤال، شفت سؤالها فوق التعليق هذا، تقول انا جربت السلولاي، جربت الرياضه واكل صحي وفرق معاي 80%. فهي قاعد تقول علاج السلولاي اكل ورياضه، ربما جربوها، ترى افضل وارخص واجدى واحسن من علاجاتنا في العيادات. يا جماعه انا استغرب من بعض الدكاتره وعندهم عقده الظاهر من روكتان، ما تحملين من روكتان الا بعد 6 شهور. طبعا ناس يقولوا لي، يعني يقولون رحنا الدكتور قال لنا كذي.
بعد الروكتان ما تحملين الا بعد 6 شهور، ما تسوين دير مبن الا بعد 6 شهور، ما تطلعين بالشمس الا ما ادري. يا جماعه موضوع بسيط، تاخذين روكتان خلصت اليوم، بعد 30 يوم تقدرين تحملين. ديرمابن خلصت الروكتان اليوم، بعد اسبوع تقدرين تسوين ديرمابن. واقول لك اصلا تقدرين تسوين ديرمابن وليزر اثناء استخدام الروكتان، للعلم يعني. وهذا الشيء انا قاعد اسويه بدون مشاكل. تصبغات علاجها شيء، والمسامات شيء، والذكاء المجتمعي شيء. يا جماعه لا تحطون تبون كل مشاكل البشره تعالجونها بشيء واحد، صعب كذي. خلي التصبغات بروح والمسام بروح. ترانس اكزاميك اسيد كابرن، بس هذا اتمنى الكل يوعدني الحين انه ما ياخذه الا تحت اشراف طبيب. اذا ما اخذته تحت اشراف طبيب ممكن يصير لك مشكله صحيه كبيره. هل ليزر تشقير يضر العين؟ يا جماعه انا سائل استشاري طبيب عيون متخصص في الكويت، صديق عزيز علي هو الدكتور عمر الدويله، سالته سؤال مباشر: هل تشقير الحواجب يضر العين؟ قال لي ما يضر العين اذا تم استخدام المعدن وحميته العين من اشعه الليزر، فهو امن للعين اذا استخدمتوا الامور هذه، فما يضر. واتركوا يا جماعه عن كلام الغير متخصصين يمكن في مجال العيون. وشكرا. سؤالها مهم ترى ومعقد، خل افصلها لكم يا جماعه. هي قاعد تقول قاعد استخدم، عندي شعر وبري بوجهي وقاعد احط اكريتين سي اللي هو الكريم الجديد اللي هو اكريتين زائد مضاد حيوي، وقاعد اشيل بالموز قبل، بس الحين ما اقدر لانه هيج، فاقدر اشيله ليزر. يعني اسئله سؤالها معقد. اول شيء شوفي سؤالك، اول شيء قبل كل شيء، انت ما يصير تستخدمين الاكريتين سي فتره طويله. اكريتين فتره طويله اتس اوكي عادي، ولكن الاكريتين سي لانه فيه مضاد حيوي فتستخدمين فتره طويله راح يضرك. ليش؟ راح يصير عندك مناعه، البكتيريا في الجسم والجلد راح يتعرفون عن المضاد الحيوي، فما راح يفيدك المضاد الحيويه بالمستقبل. لو حبيت تاخذين حبوب كريمات ما راح، فدير بالك خطر ان تاخذين كلمه اكريتين سي اكثر من شهر. اكريتين اتس اوكي عادي ما في مشكله، ولكن الاكريتين سي ممنوع. هذا الشيء الاول. اوكي. الشيء الثاني، اذا كنت تستخدمين اكريتين، خلينا نقول اكريتين او اكريتين سي فتره معينه مو مشكله، خلينا نقول اكريتين لانه فتره طويله، خلينا نقول اكريتين المفروض توقفينه. شنو المفروض تسوين انت الحين؟ توقفينه بعده باسبوع تشيلين الشعر، لان سواء شلتيه بالليزر اكريتين على الوجه، شلتي خلال ايام بعد ما توقفينه، او انت قاعد تستخدمينه شلتيه باي طريقه ممكن يهيج. الروكتان الحبوب ما يهيج، ولكن لانه موضع الاكريتين فيهيج، فنصيحتي توقفينه اسبوع بعدين تشيلين الشعر، بعدين تستكملين الاكريتين مره ثانيه. واذا اكريتين سي لا تشيلين الشعر لمده شهر، لان حدد شهر.